السلام عليكم. معاكم دكتورة هبة الجمل، استشاري طب الأطفال والحساسية والروماتويد بالأطفال. الأطفال بيتعرضوا طبعا عشان هم بيتحركوا كتير وبيهلكوا نفسهم زي ما بنقول بالبلدي كده. طبعا أكتر أماكن بيشتكوا منها آلام الرجل والمفاصل والقدمين، ودايما بيبقى الشكوى بتاعتهم كتير. الشكوى دي ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، ودي طبعا في معظم الحالات. ممكن تكون حاجات محتاجة تدخل سريع، وممكن تكون حاجات محتاجة تدخل أو علاج لمدة طويلة، فده محتاجة إن احنا نعمل لها التحاليل والفحوصات اللازمة ويتكشف عليهم في وقت مبكر. فطبعا ده بيبقى تخصص الروماتويد. الروماتويد يمكن كلمة صعبة جدا للناس، عندها مبدأ ان الروماتويد ده اللي بيبوظ المفاصل زي بتاع الكبار. الحمد لله الأطفال بتوع الروماتويد ما عندهمش الموضوع ده لما بيتلاحوا في الأول. واي الام في اي مشكله لازم نبص على الطفل بدري علشان نضمن سلامته باذن الله.